السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير، ونتمنى دائما يا ربي تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم معايا، مرحبا بالجدد اللي غادي يشوفوا اول مرة هذا الفيديو او اللي عاد دخلوا معنا جداد. مرحبا بكم ان شاء الله، ونتمنى تكونوا من المتتبعين الاوفياء. وباش فقط للتذكير، هذه قناة استفيدي مع تقوى، هي للاستفادة ان شاء الله. قناة متنوعة، كنعطي فيها دروس ديال الخياطة، كنعطي فيها افكار وحيال، كذلك مواد جميليه طبيعيه او شي حاجه اللي هي شريتها كنقتسمها معكم باش تعرفوا الفائده ديالها وفي التجربه ديالي فيها. كذلك كندير شي شهوات اللي هما خفافين، اللي ممكن يكونوا اقتصاديين، اللي ممكن يكونوا يفيدوا كذلك على قد جيبك وعلى قد جيبي، ولا شي حاجه عجباتني تكون مختلفه كنحاول نقدمها حتى هي. وكذلك الهدف ديالي في هذه القناه كان الاولي هو انني نعلم الخياطه، وانني يكون عندي زبائن علاش لا من هذه القناه. ولكن قلت علاش لا، صافي عجبتني الفكره انها تكون استفيدي مع تقوى، تكون مفيده وتكون للاستفاده في شتى المجالات، وكذلك نصائح علاش لا دينيه دنيويه. فمرحبا بالجميع معايا. اليوم هذا الفيديو غادي نقدم لكم وصفه طبيعيه، واحد الكوماج منظف مقشر ديال الوجه. كيعجبني بزاف انا، بعدا كيجيني مزيان، كيرطب ليا الوجه البشره ديالي، كينقيها ليا. انا من الناس اللي ما كنبغيش بزاف نشري المواد الجميليه اللي فيها مواد غير طبيعيه. فاي حاجه طبيعيه كنحاول نقتسمها معاكم. وما تنساوش الى عجبتكم القناه وعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم، ديروا تعليق يكون محفز، او حتى منتقد اللي ممكن يفيدني وممكن يطور بالقناه للامام، علاش لا. غادي تحتاجوا نواه كوكو، وهذا كوكو مبشور عادي، هذا كوكو مبشور، نواه كوكو. وغادي نحتاج الزيت ديال الكوكو. انا راه شويه دايب ليا، تيكون ها كما كتشوفوا كيكون شويه هكا شاد راسو. انا ناخذ غير الزيت ديالو حيت مطلوق ليا مع الصهد ديال الشوفاج. هنا ناخذ واحد 2 معالق. القياس ديروا نتوما اللي بغيتو ديروا تقشيره الوجه ولا فقط تقشيره الوجه، ولا تقشيره العنق والوجه، ولا الجسم كله، كديروا القياس اللي نتوما بغيتو. وغادي ناخذ ماء الورد هذا العادي، وغادي ناخذ كذلك واحد المعلقه كبيره، ونشوف نخلط عاد شوفوا واش محتاجين. انا ما محتاجاش، فقط يعني معلقه كبيره، وخلطوه مزيان هكذا. خليوه يتخلط لكم مزيان. صافي ملي تحركوه مزيان وتخلطوه والمواد تندمج مع بعضياتها، اوب، ديك الساعات غادي تاخذوا هكذا، يعني على حسب انا ندير لكم غير في اليد ديالي، دهنوا على وجهكم ولا عنقكم والجسم ديالكم اللي بغيتو. صافي كتخليوه ينشف واحد شويه. انا غادي غير نوريكم، نتوما غادي تخليوه ينشف واحد شويه. ملي ينشف لكم تشوفوا بلا راه شد لكم شويه راسو، غادي تبقاو ديروا كوماج بشكل دائري. انا ما خليتوش ينشف لان بغيت نوريكم، لان كنصور فيديو. كدوروا بشكل دائري، تقوميو مزيان الوجه ديالكم، تبقاو تقوميو صافي. وتاخذوا اش كيقولوا له المدافي، وتغسلوا الوجه ديالكم. وكذلك تاخذوا واحد القطن، تاخذوا قطينه بحال هكذا، تعمروها مزيان بماء الورد صافي. ودهنوا وجه ديالكم اللي هي البشره ديالها دهنيه بلا ما تدهن بزيت الكوك، واللي البشره ديالها ماشي دهنيه يعني ناشفه، صافي تدهن بزيت الكوك بحال هكا
صافي كيبقى يعني هذا الكوك هذا الكوماج تقدري ديريه حتى 3 المرات في السيمانه مزيان، يعني ما كيابيميش ما كيضرش بالبشره، يعني تتبقى البشره ناعمه، كتبقى البشره زوينه، كيفتح البشره. وغادي نعطيكم ملخص ديال فوائد الكوك، ديال فوائد الكوك، فوائد زيت الكوك، وكذلك فوائد الورد على البشره.